السلام عليكم. عايزيني؟ محدش عايزني طبعا، صح؟ ايه عايزيني ولا لا؟ انطقوا. عايزيني ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ويعودها عليكم بخير الايام الجميلة الحلوة المباركة عند ربنا. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله كده النهارده هنعمل شويه رز بسمتي تاني. احنا كنا عاملين امبارح في الوجبه فعجبوا البنات جدا، فطبعا كانت المعلقه الاخيره اللي هي بتبقى اخر الحله دي، فالبنات دقوا الطعم بس عشان يشوفوا الملح. عجبهم جدا جدا، قالوا يا تيتا اعملي لنا النهارده. فان شاء الله هنعمل نص كيلو رز بسمتي، بس هدخله اللحمه عشان عايزين اللحمه جواه، وهعمل شويه ملوخيه وحاجات بسيطه كده. فتابعوني بقى في البهارات الجميله اللي انا هحطها عشان تعرفوا التكات الجميله اللي في الرز بصراحه. طبعا انتوا كلكم شطار وجمال وبناتي كلهم حلوين، بس انا عجبني طعم البهارات دي جديده فقلت اقول لكم عليها. اهو بصوا، انا مش بعمل دعايه والله، ده هو بس عجبني خالص المنتج ده، فرحت جايبه منه 4 اكياس. كنت حاطاه على 4 كيلو النهارده عشان اعمل نص كيلو، احط باكو واحد بس وحبه حاجات كده اضافات من عندنا، وهيبقى احلى طعم، احلى 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 غدا ان شاء الله. سهل وبسيط، وخليكم يلا معايا حبايب قلبي بناتي الحلوين. فيديو الطعام هو ان شاء الله اتفرجوا عليه بس كده، وان شاء الله دوت هينزل لكم بعد كده، وعايزه دعوه حلوه كده وكومنت جميل منكم. ويلا بينا نبتدي ايه الوجبه اللي هنعملها، ولا نسموها الحلقه براحتنا بقى. يلا حبايبي، انا دلوقتي بعمل لكم اهو الرز. هو نص كيلو رز بسمتي، وبياخد بصله كده ايه يعني وسط صغير، ما تكترش بصل قوي. يعني انا ال4 كيلو كنت عاملاهم امبارح، كنت حاطه برضو 4 بصلات كده وسط برضو. يعني بتدي تسكيره كده للرز، بتديله كده يعني حلوه ما شاء الله، بتبقى جميله يعني. فبتحطي كده البصلايه وتشوحيها، ولا متحمره قوي ولا ذهبي ولا فاضي، المهم تبقى يا دوبك ايه، خدت النار كده، واستنيتي عليها بس 10 دقايق او 5 دقايق، اكتر من كده لا، تدبل سنه بس. وبعد كده ايه، انزل بقى بالبهارات بتاعتي. بالنسبه للبهارات احنا جايبين كيس كده جاهز، هوريكم اسمه ان شاء الله اهو. الكيس دوت هو شامل من كل حاجه، بس انا زودت معلقه كركم ومعلقه كاري صغيرين كده، معلقه صغيره عشان ده نص كيلو، واتنين لومي و... وقرفه اتنين برضو صباعين صغيرين، وحبهان مطحون ومستكه، وملح وفلفل اسود بس كده. وابتدي انزل بالرز واشوح بقى البهارات دي كده، تاخد النكهه الحلوه اللي هي الزيوت بتاعت البهارات. بتبتدي بقى تشوحي فيها كده لغايه ما بس ايه، البصله تنشف معاكي شويه كده، الرزه كده تنشف معاكي شويه ايه، وتاخد من طعم البهارات من طعم كل حاجه ايه في البهارات دي بس. وابتدي اقلب اقلب اقلب، وبعد كده هنزل باللحمه. كنت انا سلقه اللحمه نص سوا، مش نص سوا قوي يعني، 3/4 كده، في سبيل ايه الرز ما بياخدش وقت. وبالنسبه للميه اللي انا حطيتها ديت، الميه دلوقتي بتاخد كوبايه رز، بتاخد كوبايه ونص في الرز البسمتي. فطبعا لو انا نقعه كويس، لا انا بقلل بقى النص دوت، بخليه مثلا ربع او حاجه. وبحط الملح اللي انا بحبه، اللي هو طبعا الطبيعي، كل واحد عارف ملحه بيحبه ازاي، عادي مالح زايد قليل ده ايه، ترجع لكم انتوا. بس كده بالنسبه لنا الرز، وانه ايه، ونعلي عليه شويه، وقرب ما يدخل خلاص كده اتشرب، او وطي بقى خالص، ينزل بقى الحبايه بحبتها، ولا الطعم وجمال. والله كان عسل نحل نحل بمعنى الكلمة يعني. والله احنا ما دقناه غير المعلقة اللي هي الأخيرة دي، اللي بتبقى لازقة شوية كده، معلقة كده، واحنا بعد ما خلصنا الطعام بتاع امبارح. فعجبنا جدا، فقلنا بقى نعمله النهارده للبنات، عشان احنا امبارح ما كناش عاملين لنفسنا بصراحة، عشان الوجبة للناس اللي طلعت وكده. انا سايبه لكم التليفون في وجبة الطعام، واللي عايز يتواصل لأي حاجة بالأمانة بتتعمل لأهل الله، عشان خاطر من ايه، من رحل الله يعني. ربنا بيبقى ايه، دي امانه بتبقى يعني، اي حاجه ما بتخشش بيتي يعني. انا برضو ربنا يعلم الواحد بيصدق قد ايه، بس برضو في نفس الوقت انا بحط برضو فلوس على حسب امكانيات كل واحد يعني، ما مش مجبورة على حاجه معينه، وكل حاجه واحد براحته. انا حاطه التليفون بتاع الرقمي اللي هو بتاع المحفظه، اللي عايزه يتواصل لو حتى ب50 جنيه يعني. ولو مش قادرة على كده، لو بتعملي وجبتك وطلعتي وجبة منها بس لله، يبقى اسمك برضو صدقتي.
فربنا يا رب يتقبل مننا كلنا وجعلنا كده لأهل الخير دايما. وابتدي بقى اعمل شويه ملوخيه كده حلوين جنب طبعا الرز دوت. بصوا يا حبايبي، انا هحط حته تومه كده صغيره وطماطمايه وواحده ماجي، وابتدي اشوحهم على النار كده لغايه ما ينعموا حلوين كده ويتبلوا. ابتدي احط بقى الشوربه بتاعتي على قد الملوخيه اللي انت حباها، وبقيه التوم بقى بتحمريه بقى وكده وتعملي ملوخيتك وشويه كربونات صغيرين، ده الملوخيه الناشفه. اما الملوخيه الخضراء مش شرط كربونات، فدي بقى بتلاقيها بعرق كده وجميله وكأنها خضراء بالظبط. بس وهنعمله بقى شويه لسان عصفور كده، وتابعونا كده شوفوا كده ايه الدنيا، وان شاء الله في مفاجآت في الفيديو يعني. هتشوفوا بقى الحاجه دي كده. انا عملت لسان عصفور اهو كده خلصنا منه. الملوخيه اهو دلوقتي اما الشوربه غليت بعد ما عملت الطماطميه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وسيدنا محمد رسول الله، الماجي بس كده وحته توم من التوم وكده، وشوحتهم كويس. رحت حاطه الشوربه غلت، حطيت الملوخيه. بص الرز ده ما خلاص بقى شكله هو كده، بس انا موطيه عليه خالص بقى، بس برضو ياخد سوا كده. بس الملوخيه خضراء وجميله والله. الناشفه دي بقى بتبقى جايه نجيبها من عند الراجل، يعني انا ما بعملش حاجه فيها، ولا اطلع عود ولا عوده منها ولا ترابه ولا اي حاجه، هي بصراحه منها على الحله على طول. الملوخيه يعني بقى، يعني فلفل بصلصه، عشان بقى كده طبعا المخلل ما يمشيش مع الملوخيه قوي، طبعا احنا بنحب الحاجات اللي هي اللي فيها ليمون كده وصلصه وكده. بس دي انا عامله بقى فلفل بصلصه، مش فلفل يعني فلفل بالليمون مع الباميه الويك. اما هنا بقى عملت هنقلي شويه فلفل كده واعملهم بشويه صلصه حلوين صغيرين كده، نظبط بقى الاكله كويس يعني. بصوا يا حبايبي، بص يعني ملوخيه ناشفه من قلب البيت على شويه رز على شويه فلفل، هتبقى احلى وجبه اقتصاديه وحلوه برضه في نفس الوقت. فيها لحمه وكده، بس احنا عشان في عيد لحمه يعني. وبعدين رز بسمتي والله من كل الانواع، اللي هو لو اتعمل ساده بيبقى حلو، لو اتعمل برضه بحاجه جواه بتبقى احلى واحلى، وكله نعمه يعني. والله امبارح انا عاملاه من غير لحمه، كان حلو جدا جدا جدا، عشان كده حبيت اعمله النهارده. بس العيال حبوا قال لك حط لنا فيه لحمه يا تيتا، قلت لهم من عينيا حاضر. لا عيد لحمه بقى، كل سنه طيبين، ربنا يكرم يا رب كده ويبقى عيد سعيد علينا باذن الله كلنا. يلا قولي لي بقى هتتفسحوا فين كده يعني، ولا زي في البيت انا قاعده على طول؟ ان شاء الله تتفسحوا وتتهنوا يا رب، ويبقى عيد سعيد عليكم وعلى الاسلام جميعا يا رب، ويبقى من احلى الاعياد علينا باذن الله كده، وينصرنا ويكرمنا يا رب من عنده. بصوا نزلت بقى يعني كام فصتهم كده، قطعتهم حلقات وحمرتهم، ونزلت بعد كده عليهم حمرتهم تحمير كده لغايه ما يبقى لونهم حلو، برضه متحمرش قوي. وابتدي بقى اسقط الطماطم اللي متخرطه رفيع لغايه ما تتسبك كده وتبقى حلوه، واحط شويه الفلفل ودومته بقى يبقى احلى وجبه واحلى اكل ان شاء الله. حبايبي انا منزله يا بنات كده الفيديوهات الطعام وكده، اللي هم عملت وجبتين في اللي هم 10 اللي هم ذو الحجه وكده. تعالوا اتفرجوا بقى على اللي احنا عملناه. شايفين بقى؟ لو معانا وشمينا الريحه اللي احنا شمينها، هتقولوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بحب اعملها كده. يا رب تنصرني بقى كده. هي مش هتنزل غير برضو يعني ده رز مش تورته. تورته، ايوه دي تورته. مين عايزين اتفرجوا؟ مستعدين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اوريكم بقى. هو نص كيلو رز، لا استنى، هو مش لازق بس ده رز يعني. بصوا الجمال لاخر حبايه. بصوا الحلاوه. بصوا
انا هوريكم الحله بس اللي هي ايه مش لازقه يعني، ده هو عباره عن اللحمه يا باشا. بس حبايبي اللحمه هي بس سخنه قوي، بس انا هعملها بالمعلقه عشان بس دايبه. بصوا دايبه ازاي، بصوا دايبه بحق ربنا يعني. انا بس ايه، بس هشيل بقى اللون ده بس كمان. بس يا حبيبي دايبه بس عشان سخنه بس عليا. الفلفل ابو صلصه اهو، ده بقى اللي بيظبط المسائل بصراحه. رحتوا فين وسرحتوا مني ليه؟ انا بس عايزاكم تشوفوا بقى الملوخيه وهي بتتعمل بقى، والله كانها ملوخيه خضر. اهو الفال بيقول لكم ايه اليوم الحلو ده، والله العظيم جميله ما شاء الله يعني. لا بجد ان شاء الله هتجربوها، هتعملوها على طول باذن الله. كل واحد طبقه لوحده، في سبيل بقى في ساعات بيشربوها بتعجبهم يحطوها على الرز، كل واحد براحته بقى. فاطباقنا صغيره لكل واحد لنفر كده. بص الملوخيه، بص العرق اللي فيها، لا جميله بصراحه ما شاء الله يعني، وكانت زي العسل. والملوخيه يعني فلفل يعني مقلي جنبها. لا بص طب بصوا بقى الرز بقى بشكله واللحمه فيه عامله ازاي. فانا بقول لكم اما تبلوا الرز ما تكتروش، بس اما تنقعوه كويس كذا ساعه ما تكتروش ميه، وشويه لسان عصفور اللوجيا هي طالعه لكم في كل حاجه. بس في كل فيديو هتلاقوا اللوجين معانا. هي دي اكلتنا البسيطه وسفرتنا البسيطه، وان شاء الله تشاركونا فيها في كل مره اكل بسيط. واتفرجوا على تيتا حبيبتي وقناه تيتا حبيبتي، هتلاقوا فيها وجبات صغيره ووجبات كبيره، طعام الطعام. ان شاء الله احنا منزلين فيديوهين لقناه في قناه تيتا حبيبتي طعام الطعام، اتفرجوا عليهم وجمال جدا، واحنا عملناهم في العشرة ذو الحجه. فان شاء الله في كل مناسبه هنعمل، وفي الايام العاديه باذن الله هنعمل وجبات جميله جدا. تابعونا بس كده، وان شاء الله اللايك والشير والكومنتات وشيروا على قد ما تقدروا، امان عليكم عشان القناه تعلى بيكم. وانا كده متفائله خير، وان شاء الله هنعلى وهنعمل. واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد باذن الله. يلا.